السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتوصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. النهاردة يا جماعة هعمل لكم روتين العيد بتاعي. أول حاجة بعملها النهاردة هي الماسك ده يا جماعة عبارة عن بياض بيضة وعصرة ليمون خفيفة، وبقلبهم كويس قوي لغاية لما يوصل للمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وقبل طبعا ما احط الماسك ده لازم اكون مفتحة المسام بتاعتي عشان خاطر اقدر ان انا اشيل مثلا الحاجات اللي بتبقى في البشرة، اللي زي الرؤوس السوداء والحاجات دي، الرؤوس السوداء والبيضة. الماسك ده يا جماعة بيشيل كل الرؤوس السوداء والبيضة بطريقة سهلة جدا ومن غير اي ألم ولا وجع. بس يا جماعة هنبتدي دلوقتي. هفضل هقلب في الماسك ده كويس جدا لغاية لما يطلع معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطريقة تفتيح المسام انا يعني عشان خاطر ما عنديش جهاز البخار، فبجيب مثلا حلة او حلة بحط فيها مية على النار وبسيبها تسخن، وبعد كده بطفي عليها بعد ما بتغلي وبحط وشي فيها كده لمدة حوالي 7 دقايق، من 7 ل8 دقايق، عشان خاطر افتح المسام واقدر ان انا احوش منها الرؤوس السوداء لما احط الماسك. بس يا جماعة دلوقتي انا هبتدي هروح افتح المسام بتاعت بشرتي، وبعد كده هتقول لكم الطريقة اللي انا بحط بيها الماسك ده. بس يا جماعة كده دلوقتي انا فتحت المسام بتاعت بشرتي. عشان خاطر اعمل الماسك ده على وشي لازم اكون قبليها حشت طبقة الجلد الميت اللي على وشي. انا يا جماعة بحوشهم عندي طريقتين بحوش بيها الجلد الميت. عندي ماسك تقشير، بجيب حوالي معلقة سكر وبحط عليها عصرة ليمون خفيفة، وبفضل ان انا اجيب السكر والليمون ده وادلج بيه على وشي لغاية ما يحوش معايا طبقة الجلد الميت. وبعد كده بسيبه على وشي حوالي 5 دقايق كده، وبعد كده بغسل وشي بمية بس مش بغسول. والطريقة التانية يا جماعة ان انا بجيب رز مطحون او مجروش، يعني مش مطحون قوي، وبجيب نص ليمونة بحط وش الليمونة فيه، وافضل ان انا ادلك بالليمونة دي وشي عشان خاطر تحوش كل طبقة الجلد الميت. فانا بعمل وشي بالطريقتين دول. عشان خاطر يا جماعة اعمل الماسك ده هحتاج اللي هو البيض ده، بياض البيض وعليه عصرة الليمون. وكمان يا جماعة هحتاج منديل عادي ورق، مش وايبس. تمام. فباجي على المنطقة اللي فيها رؤوس سودا وبروح حاطة طبقة بالفرشة طبعا، بروح حاطة طبقة من بياض البيض والليمون. باجي وبروح حاطة طبقة من البيض والليمون، وبروح حاطة فوقيها طبقة مناديل خفيفة كده، وبعد كده بحط فوقيها طبقة من البيض والليمون تاني، وبحط فوقيها مناديل تاني، وهكذا لغاية لما تحسوا ان المنطقة اللي فيها رؤوس سودا يعني بقت كلها فيها الماسك واتغطت كلها. بس يا جماعة انا هعمل الماسك ده دلوقتي وبعد كده ارجع له. بس يا جماعة انا كده خلصت اول ماسك. وكمان يا جماعة حابة اقول لكم معلومة عن الماسك الاولاني. الماسك الاولاني بيتشال مش بيتغسل. بعد ما بشيله بغسل وشي بمية دافية عشان خاطر المسام ما تقفلش. تمام. هاجي بعد كده للماسك التاني يا جماعة. دلوقتي هو ماسك القهوة. هبتدي يا جماعة دلوقتي احط معلقتين من القهوة الكبار كده، معلقتين قهوة كبار كده. احط حبة كمان عشان المعلقة ما كانتش مليانة. وكمان هحط عليه ليمونة وادهن بيه وشي واسيبه يعني لغاية لما ينشف، وبعد كده هغسل وشي. وشوفوا النتيجة يا جماعة، بجد نتيجة تحفة جدا. يا جماعة دلوقتي انا حطيت الليمون، هبتدي اقلبه كويس جدا لغاية لما يديني قوام اللي هو ينفع ان هي تكون يعني قوام ينفع يدهن على الوش، وما يكونش سايل قوي ولا تخين قوي.
فانا لقيته كده خفيف شويه. هو يا جماعه انا حاطه ليمون بس مش بحط ميه. وطبعا اللي عنده حساسيه من الليمون مش هينفع معاه الماسك ده. ممكن تحطوا مكانه زيت زيتون، بيدي ترطيب حلو جدا للبشرة، بس انا عشان خاطر ما عنديش فبحط الليمون. بس يا جماعة هبتدي اقلبه كده واخليه يكون في قوام حاجة ينفع تدهن، ما تكونش سايلة ولا تخينة. بس هحطه واسيبه حوالي ربع ساعة تلت ساعة بالكتير لغاية لما ينشف. وبعد كده بغسل وشي بمية دافية عشان خاطر نكمل الماسكات اللي بعد كده. لو انتي مش هتعملي ماسكات تانية بتغسلي وشك يعني بمية ساقعة عشان خاطر تقفلي المسام خلاص وما يطلعلكيش حبوب في وشك لو سبتي المسام مفتوحة. تمام. هعمل الماسك ده يا جماعة وبعد كده نروح نشوف الماسك التاني. ايه يا جماعة ما الماسك بتاع الفحم ينشف، انا بعمل دلوقتي زي غسول كده للسنان عشان خاطر يبيضها. يا جماعة انا هنا كده حطيت فحم يعني حوالي نص معلقة صغيرة كده. حطيت فحم وحطيت بيكنج باودر وحطيت هنا معلقة او نص معلقة قهوة واي نوع معجون سنان عشان خاطر يعمل رغوة كده. وطبعا اكيد عارفين معجون السنان بيحوش البكتيريا والحاجات دي. تمام. فدلوقتي هبتدي هقلبهم مع بعض، بس هضيف معلقة من المية بس مش هجيبها على البيكنج باودر الاول، هحطها كده في الجزء ده وهقلبها كويس خالص. ويا جماعة بجيب بعد كده بفرشة الاسنان بجيب جزء من الخليط ده وبغسل بيه اسناني لمدة 7 دقايق او 8 دقايق، وبعد كده بغسل اسناني بمية دافية. تمام. وطبعا يا جماعة ده ما ينفعش يتساب لان مفعول البيكنج باودر خلاص هيبقى راح، فلازم يتعمل في الوقت ده. فهقفل دلوقتي معاكم عشان خاطر الحق اعمله، عشان خاطر لو سبت اكتر من كده مفعول البيكنج باودر هيروح. بس هعمله وعقبال ما الماسك الفحم اللي انا حطاه ينشف هنعمل واحد تاني. بس يا جماعة الماسك التالت ده هو عبارة عن نشا وهحط له مية دافية. الماسك ده يا جماعة بيفتح البشرة بطريقة حلوة جدا. وكمان انا جايبة هنا بطاطساية هقطعها شرايح شريحتين كده هحطهم على عيني بتحوش الهالات السوداء. بسيبها حوالي يعني البطاطساية دي بسيبها حوالي نص ساعة كده، والماسك حوالي تلت ساعة لغاية لما ينشف. وبعد كده بغسل وشي وبحوش البطاطس بيدي نضارة وتفتيح للبشرة بطريقة فظيعة. بصوا يا جماعة دلوقتي كده انا هبتدي احط المية عشان خاطر اعمل الماسك اهو، عشان خاطر يبقى مسموح ان هو يتحط على البشرة. بصوا يا جماعة طبعا انتوا يعني مش عارفين دلوقتي ان يعني مش شايفين دلوقتي واضح قوي ان هو مية، لكن هو من تحت عشان انا مش عارفة اقلبه عشان بصور. فهقلبه واوريكم شكله بعد ما يتقلب. بصوا يا جماعة دلوقتي انا كده قلبت الخليط بتاعي اهو الماسك، وقطعت البطاطس شرايح زي ما انتم شايفين كده، شرايح رقيقة قوي. وبعد كده هبتدي دلوقتي اجيب البطاطس دي هحطها في الفريزر 5 دقايق لغاية لما تبقى ساقعة. وبعد كده هحطها على عيني وهحط الماسك على وشي. انا بحط يا جماعه البطاطس في الفريزر كده تسقع، بتدي احساس انتعاش كده جميل جدا، تحسوا يا جماعه ان انتوا طايرين، احساس روعه بجد. تمام. فهحط الماسك دلوقتي وبس. بصوا يا جماعه انا كده خلصت خلاص الماسكات بتاعتي. هدخل دلوقتي يا جماعه اخد شاور وارجع اكمل لكم بقيه الروتين بتاعي. بصوا يا جماعة دلوقتي انا خلصت الشاور بتاعي، وهبتدي دلوقتي اعمل شعري بالبيبي ليس. فهعمل شعري وبعد كده ارجع لكم نكمل معانا بقية الفيديو. بس يا جماعة كده انا خلصت شعري وهعمل دلوقتي حنة. انا جايبة الحنة دي يا جماعة دي يعني
جايالي عن طريق ناس، يعني دي من الهند، مش من مصر، يعني عشان محدش يسأل على نوعها او هي متجابة منين. تمام. وانا عندي هنا الاشكال الستيكر دي، هحطها على ايدي واحط فوقيها الحنة وبسيبها لغاية لما تنشف، وبعد كده بغسلها. دي طريقة الحنة العادية. تمام. انا هعمل دلوقتي الشكل ده معاكم، وهظبط هضيف عليه شوية مثلا من الشكل ده ومن الشكل ده، هبقى احطهم في الجزء ده من ايدي. تمام. بس يا جماعة هعملها وبعد كده نشوف جزء تاني نكمله. بس يا جماعة انا كده خلصت الحنة، بصوا طلعت معايا بالشكل ده. انا سبتها لغاية لما نشفت وبعد كده غسلتها. بصوا ده شكلها النهائي، وطبعا بزود كام حاجة كده من نفسي انا. بس يا جماعة وده كان فيديو النهاردة. ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتوصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات. وما تنسوش تكتبوا لنا في الكومنتات ايه افكار الفيديوهات اللي انتوا حابين ان انا اعملها لكم، وكمان تقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو ده بتاع النهاردة. تمام. بس كل سنة وانتم طيبين وعيد اضحى مبارك عليكم. و يا رب يعني الناس كلها تكون مبسوطة كده في العيد، واكون قدرت اعمل لكم فيديو حلو تتبسطوا بيه. بس اشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.